اهلا بيكم مشاهدينا وحلقه جديده وتيجي نبنيها زي ما احنا عايزين نبنيها، زي ما احنا عايزين ناكل علشان نعرف نبنيها. هناكل منين؟ هنفضل كل حاجه المفروض ناكلها نستوردها، ولا هنفضل قاعدين مستنيين المساعدات الغذائيه اللي ممكن تجيلنا بشكل او باخر؟ نحل مشكلتنا ونبتدي نزرع اكلنا، نبتدي نشوف هنعمل ايه ونصنع الزراعه اللي هناكلها دي. يعني نبتدي نحل مشاكلنا. زمان كان عندنا ارض، وابتدت الناس بعد شويه الانفلات الامني اللي حصل، ومن قبلها طبعا كان موجود، ابتدت الناس انها تحاول تقلب الارض الزراعيه دي لاراضي بنى. تعالوا نتكلم اكتر في الموضوع ده مع ضيفي اللي منورني ومشرفني استاذ حلمي ابو العيش، عضو مجلس امناء جامعه هليوبوليس. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك. مشاهدينا خليكم معانا وتابعونا، هناخد فاصل ونرجع على طول نبتدي حلقتنا، خليكم معانا. اهلا بكم مشاهدينا من جديد. استاذ حلمي ابو العيش، عضو مجلس امناء احدى الجامعات الخاصه، ضيفنا النهارده. بنعتذر عن المقاطعه، تابعنا مع بعض حوار السيد الرئيس، بنعتذر تاني على الوقت استاذ حلمي، لكن يعني كنا بنتكلم انا وحضرتك اثناء الحوار وفي التقديمه انه حضرتك كنت بتعلق وانا بقول ان في بنى على الارض الزراعيه، وان احنا لازم نعوض الموضوع ده بان احنا نبتدي نستصلح اراضي جديده. احنا محتاجين نزرع علشان ناكل، وعشان نعرف ناكل، وعشان تبقى الناس حاسه بنتائج حقيقيه للتغييرات اللي حاولت تقوم بيها. لازم تحس ده في مستوى المعيشه عندها. 1.5 مليون فدان، مشروع طموح جدا. 1 مليون فدان، احنا موافقين جدا. هل في امكانيه فعلا ان المشروع ده يتحقق، ولا الناس خايفه بتقول ممكن ما يبقاش عندنا ميه، ممكن ما يبقاش عندنا كهرباء، ممكن ما يبقاش عندنا كوادر، ممكن يبقى عندنا 1 مليون فدان جداد؟ يعني الدراسات المعموله في وزاره الزراعه ووزاره الري وكل الاجهزه والجامعات ومراكز البحوث في مصر بتاكد ان في ارض وفي ميه تكفي ل1.5 مليون وتكفي لاكثر من كده من الفدادين. اللي احنا عملنا عليها ورشه عمل من 2-3 كان السؤال طب ايه تاني اللي مطلوب عشان نحقق نجاح في 1.5 مليون فدان. 1.5 مليون فدان دول هدف طموح، بس في نفس الوقت ممكن يتحقق لو اتوفر له كل عناصر النجاح. ايه عناصر النجاح بتاعه بقى؟ ده السؤال المهم. ارض وميه اكيد، بس دول مش كفايه. الاساس في التنميه في العالم كله وفي مصر هو الانسان، المجتمع. 1.5 مليون فدان دول ممكن يشغلوا مئات من الالافات من الشباب، يعيش من وراهم ملايين من الاشخاص في مصر، واحنا كلنا ناكل من وراهم لو اتربطوا صح بالتجاره بالتصنيع الزراعي وهكذا. فالسؤال ايه اللي مطلوب عشان نعمل بقى 1.5 مليون فدان؟ أنا شايف إن أساس الفكر لازم يكون مبني على التنمية المستدامة. التنمية المستدامة بكل المحاور ال4 بتاعتها. يعني لازم طبعا يكون في تنمية اقتصادية، لازم يكون في أرض ومية عشان نزرع عليها خامات، لازم يكون في تصنيع عشان نصنع منها منتجات، والمنتجات دي نبيعها بعائد يدر دخل. يعني احنا مش هنشتغل بالشكل البسيط اللي احنا متعودين الناس تشتغل بيه، جزر منعزله كل واحد ياخد له فدان ولا 5 فدادين ويبني حوالين نفسه سور ويتصرف. لا، مش هينفع ده خالص عشان نوصل للرقم اللي احنا بنتكلم فيه. حضرتك عايز بلان او عايز خطه متكامله تتحط بحيث ان الناس تعرف تشتغل عليها. نوصل لهم الاول ارض نمهدها عشان الناس تعرف توصل، شبكة مواصلات، او حتى لو مش شبكة كاملة يعني، بس يبقى في نوع من انواع المواصلات، مية حلوة وكهرباء، فالناس تقدر توصل لانها تكمل. يعني الطريق موافق على كلامي ولا؟ الطريق والمية والارض مهمين طبعا، بس مش كفاية برضو. الناس اللي هتروح هناك تستصلح الارض وتشتغل على الارض وتعيش محتاجة قرية، محتاجة مدرسة، محتاجة تتعالج، كل الخدمات، محتاجة مستشفى، محتاجة محل، ومحتاجة كافيتيريا تاكل فيه، محتاجة كل الوسائل اللي محتاجينها احنا هنا في القاهرة او في اي مدينة تانية عشان نعيش حياة احنا
مبسوطين بيها. نعم. حياه كريمه وحياه تخلينا ناخد كمان عائلتنا معانا في المسيره دي. يبقى في استقرار في المكان فالناس تقدر تشتغل فعلا. بالظبط. تمام. فبالتالي طبعا كل الحاجات دي اللي احنا قلنا عليها في الاماكن اللي احنا سمعنا ان هيتنفذ فيها اول مرحله دي. انا بسمع زيك من وسائل الاعلام ان هيبقى في اراضي في الفرافره، هيبقى في اراضي في المنيا، في غرب المنيا وغرب المنيا، يعني في الصحراء هناك. نعم. وفي بعض الاماكن التانية اللي انا دلوقتي مش عارف اماكنها، بس كل الاماكن دي. بس المؤشرات اللي حضرتك بتقولها ان الارض دي مش هتتشال شويه وفي الاخر تبقى كومباوندز، ويتعمل الميه اللي موجوده، المياه الجوفيه تتعمل بيسين وتتعمل راي. طيب لا، الاماكن يعني دي كلها مش ممكن حد ياخدها عشان يستثمر فيها من اجل اي حاجه ثانيه غير الزراعه او التصنيع الزراعي او الخدمات المرتبطه بالزراعه. حضرتك رابط الاثنين ببعض، الزراعه والتصنيع الزراعي؟ لابد الاثنين يتربطوا ببعض عشان نبص عليهم كعائد على مصر، على الناتج القومي، على التشغيل، على التصدير و لازم نربط الحاجتين دول. يعني اللي بيزرعوا المزارع في مصر او في المساحه دي حد تاني تاجر او مصنع هياخدها، هيضيف عليها قيمه وهيبيعها يا بره مصر يا جوه مصر. تمام. العمليه دي كلها مرتبطه. القيمه المضافه اللي احنا هناخدها في الاخر من الموضوع ده هي القيمه المضافه في الاخر. الزراعه في العالم كله وفي مصر لوحدها ما تدرش العائد اللي يساند التنميه ولا بتاع 1.5 مليون فدان، ولا التنميه الاجتماعيه، ولا التنميه الثقافيه، ولا التنميه الاقتصاديه اللي احنا عايزينها. فالزراعه لازم ترتبط، يعني لازم نربطها بشكل ما بالتصنيع وبالتجاره وبتجاره عادله تاكد ان كل واحد في سلسله القيمه المضافه بياخد العائد المناسب. الكارثه ان دايما المزارع هو اضعف واحد في السلسله دي وبياخد اقل عائد، وكل التانيين بيقسموا العائد بس المزارع ما بياخدش منها القيمه العادله الحقيقيه اللي تتناسب مع المجهود اللي بذل. فاحنا نتمنى ان في 1.5 مليون فدان هيبقى في قرى وهيبقى في مرافق وهيبقى في بنيه تحتيه وهيبقى في زراعه وتصنيع زراعي مناسب. طبعا هيبقى فيها مزارعين صغيرين، وكلمه صغير طبعا في المشروع ده انا اعتقد مش هتبقى اقل من 10 او 20 فدان، عشان الواحده دي اللي ممكن تدر عائد يعيش وراها عيله. تمام. بس هيبقى في برضه شركات صغيره او متوسطه وهيبقى في شركات كبيره. بالتالي هيبقى في كل انواع الاستثمار. وفي النهايه الحكومه او الشركات اللي هتوكلها الحكومه بالواجب ده هتدي انتوا عملتوا بالفعل ورشه عمل حوالين الموضوع ده، التحديات اللي بتقابل الموضوع، عوامل انجاح الموضوع ده. تعالى استاذنك استاذ حلمي نشوف تقرير سريع عن ورشه العمل دي ونشوف نتائجها ونرجع نناقشها. خليكم معانا. من حوالي 40 سنة بدينا فكرة التنمية المستدامة في مصر، وابتدينا في الصحراء عشان نعمل نموذج مش حكاية الزراعة وبس، لكن ازاي الإنسان يعيش في الصحراء، ازاي يكون مجتمعات، المجتمع ده يكون فيه تعليم وفيه صحة وفيه بحوث وفيه طبعا فنون وفيه مدارس، بجانب انه يكون كمان فيه انتاج زراعي، بس في كمان تصنيع زراعي. المشروع 1.5 مليون فدان ده مش مشروع استصلاح ارض، ده مشروع بناء انسان، بناء كيان، بناء مصر جديده بانسان جديد.
فاهم كل حاجه وعارف يتعامل مع معطيات العصر، فكره متنور، قادر يبحث، قادر يطبق، قادر يتفاعل. فالبحث مش البحث العلمي يعني معناه بس لازم اخش معمل يبقى معايا قطاره ومش، لا، البحث اللي هو يخدم المجتمع ويشوف ايه مشكله المجتمع ويحلها ازاي. نعيد امجادها ونحيي ماضيها. الرؤية هي انه الانسان هو محور نجاح وانجاح المجتمعات دي. حقيقي المية والتربة والطرق والحاجات دي اساسي، لكن لو طلع انسان بيتعامل مع البيئة والسكن بنفس الطريقة اللي بيتعامل بيها في العشوائيات مش هتنجح. احنا عايزين نضيف البعد ده، انه الانسان ده اللي هيروح يسكن هناك لازم هو طالع من العشوائيات يحصل له تطوير هو ايضا. هناك في تحديات كثيرة ما من شك بتواجه هذا المشروع، واهم هذه التحديات التعرف على كمية المياه الجوفية اللي موجودة ونوعية هذه المياه وحجمها قد ايه وكيفية استغلالها. واعتقد انه الاجهزة المختصة في وزارة الموارد المائية والري قامت بهذه الدراسات، ومعروف الان عدد الابار اللي سيتم انشاؤه واعماق هذه الابار وابعاد هذه الابار. المرة دي من غير دراسة جدوى تقول لنا كل الإجابات على الأسئلة اللي بنطرحها هيبقى في مشكلة. احنا ما نفسناش يبقى في مشكلة، عشان كده احنا قاعدين النهاردة نعمل دراسات وأبحاث بحيث نوجه القيادة السياسية اللي للأسف ما بتستعينش بالخبراء بتوع مصر. أنا بدعو من خلال هذه الشاشة أو غيره إن على الرئيس، يا سيادة الرئيس، حضرتك كلمتني قبل كده وقلت حضرتك رأيي، أرجو إنك تاخد الخبراء في كل تخصص يقولوا لك رأيهم في أي مشروع، وما تسمحش كلام ناس بعينها، اسمع كلام الناس أصحاب الخبرات في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي. ليه؟ لأن هم اللي هيواجهوك وهم اللي هيساعدوك في إنجاح هذا المشروع. اهلا بكم مشاهدينا من جديد. استاذ حلمي ابو العيش عضو مجلس امناء احدى الجامعات الخاصه. لاند فور لايف ده كان عنوان الندوه لو انا متذكره صح، وانا شايفه مشاركه يعني من وزراء حاليين وسابقين ومسؤولين كثر يعني موجودين في هذه الحلقه النقاشيه. فده معناها ان في خبرات حقيقيه وفي ناس موجوده من جهات اداريه مختلفه. النتائج اللي طلعتوا بيها وارد جدا يا رب تتحقق يعني. طبعا احنا ما ننساش ان التحدي الحقيقي اللي ورا الجائزه دي لاند فور لايف اللي احنا خدناها السنه دي من الامم المتحده. الجائزه دي اتعملت ليه؟ في 1994 تحت مظله الامم المتحده 195 بلد من ضمنها مصر اجتمعوا وقالوا ايه عندنا في المستقبل، وكانوا ساعتها 6 مليار ولا 7 مليار بني ادم على الكره الارضيه و3.5 مليار فدان. فمعناه كل بني ادم عايش من نص فدان. كويس. اولا اعداد السكان اللي على الكره الارضيه هيزيدوا، هيبقوا 10 12 14 15 على مدار 50 سنه. طيب والارض هتزيد ولا هتقل؟ فكل الدراسات بتقول كل ثانيه واحنا بنتحدث مع بعض دلوقتي بنفقد فدانين كل ثانيه، يعني ملايين الفدانين كل سنه. معناه ان المساحه بتقل، عدد السكان بيزيد، وده انا بتكلم دلوقتي عن الكره الارضيه مش على مصر، مش علينا في مصر. فمعناه ان دي تحدي كبير جدا. احنا واعيين ان في عندنا مشكله ميه، احنا واعيين ان احنا عندنا مشكله تغير مناخ ومشكله بيئيه، لكن مش في مخنا ان التربه التربه بهذه القسوه يعني. طب ايه اللي ممكن نعمله؟ حاجتين: نوقف التصحر ان امكن، وده معناه ان احنا ما نبنيش على الارض الزراعيه، ان احنا ما ناخد بالنا ان احنا نزرع الارض الزراعيه بتاعنا بطريقه التربه ما
تموتش مننا وتقل كفاءتها، وده بيتم من الزراعه الحيوي او الاورجانيك اللي موجود دلوقتي بشكل متميز، او ان احنا نستصلح صحراء نزود الرقعه الزراعيه. تمام. او وبرضه الاثنين مع بعض. او الاثنين مع بعض، واحنا المفروض نعمل كل المجهودات اللي ممكن نعم. نعملها. واحنا في مصر عندنا دلوقتي قصه نجاح في 40 سنه ان احنا نستصلح صحراء بالطريقه الاورجانيك او الطريقه الحيوي، واثبتنا بيها ان احنا ممكن فعلا نحقق معجزه ونحقق استصلاح مستدام. ان احنا نستعمل الكومبوست ونبني بيها تربه حيه، والتربه الحيه دي تحتاج ميه اقل، تثبت كربون في الارض وتنتج اغذيه صحيه. فالجزء ده بقى ليه نموذج. فاضل بقى النموذج الاجتماعي اللي قصاده، فاضل الناس اللي زي ما الدكتوره ليلى اسكندر قالت، الناس اللي هتروح هناك وكفاءه الناس اللي هتروح هناك. وعشان كده لازم نهتم بالتعليم، لازم نهتم بالبحوث اللي تدينا حلول مبتكره للتحديات اللي عندنا. انتوا عملتوا الماستر بلان، الجهات المشاركه قالت ايه؟ قالت انتوا جهه مستقله، يعني كان الاساس عندكم انكم تجمعوا الجهات المشاركه دي كلها وتعرضوا عليهم فكركم. جهات بقى المشاركه الرسميه، الوزارات مين الوزارات اللي كانت موجوده معاكم الاول يا دكتور؟ الحقيقه احنا ناقشنا الموضوع ده مع وزاره الزراعه، هي اللي مالكه الارض وعندها الخبره في مجال استصلاح الاراضي، وزاره الري اللي عندها كل الدراسات عن الميه والميه الجوفيه، ووزاره الاسكان اللي عندها كل الخبره في بناء المجتمعات. والحقيقه الثلاثه بيشتغلوا حاليا على خطه للتنميه دي، خطه 1.5 مليون فدان بالتنسيق مع بعض. وبالتنسيق مع بعض وان شاء الله على شهرين 3 اللي انا فهمت منهم هيبقى في اعلان عن اول طرح للمساحات دي. وطبعا لسه فاضل اسئله مين اللي هيدير، مين هينسق ما بين هي دي الاسئله اللي كنت هسالها. هل هتبقى الحكومه ولا القطاع الخاص اللي هياخد المبادره؟ ده ما اتطرحش حتى في الندوه لغايه الان ما فيش عليه. مهمه للقطاع الخاص عشان يندمج. لو انا مش عارف الفدان بكام، ولو انا مش عارف المتر المكعب من الميه بكام، ولو انا مش عارف ايه الخدمات اللي هتقدمها الحكومه للمستثمر الصغير او الكبير عشان ياخد المرافق دي ويبني عليها بقى ويبتدي يشتغل. طبعا. واحنا لازم نبقى عارفين اللي بيبتدي في الصحراء ده لازم يكون بطل، لان اللي هيبتدي في الصحراء ده قدامه 3 4 5 سنين من المجهود الكبير لغايه ما يجي له العائد. فلازم ندعم البدايه دي ونساعده. طيب من ضمن الحاجات اللي كانت الناس بتهاجم بيها فكره المشروع وبتقول ان هو مش سهل تنفيذه، ان لو حسبنا كده التكلفه الاجماليه انها ممكن توصل لاكثر من 150,000 جنيه الفدان لو حسبنا الاناره والكهرباء والميه والحاجات دي. هل ده تم طرحه في الندوه بالتنسيق مع الوزارات الموجوده؟ يعني وزاره الري تقدر توفر الميه بشكل او باخر، وزاره الاسكان تقدر هي اللي تعمل مشروعات اسكانيه هناك، حتى ولو مش لازم تبقى كلها بيوت مستقله، حتى لو بشكل معين بس يكون حضاري وادمي ومحترم يخلي الناس تقدر تعيش بشكل كويس، تبقى حست انها اتنقلت من مكان لمكان. يعني انا على حد معرفتي ان الخطط دي موجوده، الاماكن محدده، الخطط ازاي يبنوا القرى وفين وشكلها ايه موجوده. التكلفه انا ما حددناش، حدش قال التكلفه قد ايه، بس انا برضه متصور ان التكلفه الشامله هتبقى عاليه جدا، مش هتقل عن المبلغ اللي انت قلتيه ده، 50 80 100,000 150,000 الفدان لو حطينا كل التكلفه على الفدان. بس انا المفروض، وده اللي احنا بنقوله في التوصيات بتاعنا، المفروض ما نعملش كده. المفروض ما نحملش كل التكلفه على الفدان. احنا لازم نفرق ما بين تنميه مجتمع وان احنا نستثمر في طرق او في قرى او في مرافق، ده موضوع والعائد بتاعه هيبقى ان في هناك مجتمع، ان احنا خلقنا فرص عمل، كل فرصه عمل في مصر بتكلف 100,000 جنيه وهتشغل حد. والناحيه الثانيه التنميه الزراعيه، التنميه الزراعيه ما تستحملش 150,000 جنيه في الصحراء في البدايه، ما تستحملش تكلفه ميه عاليه، ما فيش حاجه ممكن تتزرع وتجيب عائد لو الفدان ب 150,000 جنيه والمتر المكعب الميه ما اعرفش بكام. طبعا. فاذا الحاجتين دول لازم نبص عليهم بنظره شامله ونقول التنميه هتكلف كده،
بس في الاخر العائد بتاعها مش بس الانتاج الزراعي، لا العائد بتاعتها مجتمعات مستقره، ناس عايشه مع بعض. اسمح لي نتوقف لحظات ناخد التليفون. سياده اللواء مصطفى هدهود، سياده المحافظ، مساء الخير. اهلا وسهلا بحضرتك. حضرتك متخيل شكل المنطقه هيكون ازاي؟ استصلاح الاراضي في هذه المنطقه هيكون شكله ازاي؟ يعني المرحله القادمه كيف ستكون؟ وسيادتك ده مشروع قومي. لحظات لرفع الاذان ونعاود. خليكم معنا لحظات. اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة السابق، بنعتذر يا فندم. اهلا بيك من جديد سيادة المحافظ. طيب هنتوقف لحظات نعاود حوارنا ونحاول اعادة الاتصال بسيادة المحافظ. نرجع نكمل تاني كلامنا. استاذ حلمي، حضرتك قلت ان التكلفة المالية هتبقى صعبة جدا في حالة لم يتم دعم المستثمرين، سواء بقى صغار مستثمرين او كبار مستثمرين، لابد من دعمهم بالخدمات الاساسية من الحكومة. بالظبط، يعني البنية الاساسية دي، البنية التحتية المطلوبة عشان 1.5 مليون فدان دي مش ممكن هتتحمل على المستثمر لوحده. يعني المستثمر على فكرة إذا كان صغير متوسط أو كبير برضه محتاجين له مصادر تمويل تنموية، إن هو أصلا البنوك عشان تمول تنمية زراعية أو استصلاح أراضي أو استصلاح صحراء ما بتحبش تمول 10 سنين و15 سنة و20 سنة. فإحنا محتاجين نوجد لهم طرق تمويل للتمويل المالي، او بنوك محدده بقى بنوك الائتمان الزراعيه بنوك او تنمويه نتوجه ناحيه. بس ان المستثمر الصغير متوسط او كبير ده يتحمل التكلفه دي كلها على الفدان وينتج منها بعد كده عائد، دي اكيد مش هتنفع. فاذا لازم برضو الحكومه تبص للمشاريع التنمويه دي نظره اشمل. أكيد. ايه العائد من القريه؟ اسمح لي بقى نسال الحكومه ورأي الحكومه. اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيره السابق، اهلا بحضرتك من جديد. اهلا كلكم طيبين. يا سيدي بالنسبه لمشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، انا بعتبره مشروع قومي مرادف لمشروع قناه السويس. هو بيحقق 3 اهداف. الهدف الاول ان احنا عندنا تكدس سكاني في الدلتا وفي الصعيد. احنا بنزيد كل سنه 2.3 مليون. يعني سنه 2025 عدد سكان مصر سيصل الى زياده 25 مليون. فالدوله مخططه على ان لابد من انشاء تجمعات سكنيه زراعيه حرفيه انتاجيه صناعيه خدماتيه متكامله في مناطق جديده. حضرتك شايفه ان احنا هنطلع 420,000 فدان في غرب المنيا، في 75,000 فدان في سيناء، في 250,000 فدان في الواحات والفرافره، وفي حوالي 200,000 فدان في رشق العينات. اجمالي 1.5 مليون فدان كمرحله اولى، مناطق 4 مليون. الغرض يا فندم ان احنا عاوزين 20% من كل مساحه مستصلحه او يتم فيها انشاء قرى ومدن مخصصه بوسط الدوله، بحيث يبقى في تخصيص سليم، شوارع، مدارس، مصانع، سكن، مستشفيات، هل في خطه بالفعل سياده المحافظ ولا هو هذا ما نتمناه او هذا ما نرجوه؟ لا يا فندم، الدوله عامله خطه بقالنا 4 شهور، اجتماعات مكثفه بين السيد رئيس الجمهوريه ووزير الزراعه ووزير الري ووزير الاسكان، رئيس الهيئه العامه للتساوات بناء الاسكان، بحيث في تخصيص موجود سينفذ باذن الله في هذه المناطق. ان شاء الله. هل في فرصه بقى ان احنا المجتمعات ما دام بننشئ مجتمعات جديده ان احنا ننشئها على الاسس اللي احنا بنتكلم عليها؟ يعني مش كل حاجه تبقى ماشيه بالكهرباء، نبتدي نحط سخانات شمسيه، نبتدي نحط الواح توليد كهرباء، نبتدي نشوف لو في امكانيه، لو في هواء في المكان ده، يعني نبتدي نشوف حلول بديله للطاقه، مجتمع جديد وفريش زي ما بيتقال عليه باللغه الدارجه، فنقدر نعمل حاجه نظيفه بقى صديقه للبيئه. الاتفاق من هذه تجمعات مصر. الميه سيتم حفر ابار 4000 كتير
القوات المسلحه اعلنت النهارده هي المسؤوله عن حفر الابار في هذه الاراضي، وفي اعلان اليوم للحمايه المصريه اللي كانت تلتحق بالقوات المسلحه المتخصصه للعمل في هذا الاتجاه. كل الابار دي يا فندم تعمل بالطاقه الشمسيه. متخطط ان كل الاناره، كل السكن، كل المصانع، كل المباني كلها الرياح بتاعت الاحداث محتاجه، وبالتالي كل التجمعات الجديده كلها سوف تكون تجمعات خضراء فريم ارياز صديقه للبيئه. السيد رئيس الجمهوريه في الصين النهارده برضه عمل اتفاق انه هيبقى جزء من هذه الاراضي سوف يتم استصلاحها بتمويل من البنوك الامريكيه والصينيه كمشاركه في تدبير التمويل الموجود. الدوله بتخطط وبتبحث عن التمويل. الافراد يا فندم انا بقترح اقتراح مهم جدا ان هذه الاراضي توزع طبقا للمحافظات الموجوده حاليا، بحيث كل محافظه لها 50,000 سنه هذه الارض تخصص مسؤوله عن محافظه السويس الشرقيه، محافظه البحيره، محافظه الدهليه، محافظه الغربيه، يبقى الاهالي بتوعها كلهم ينتقلوا لهذا المكان، يبقى في تجمع معروف مع اهل الارض اللي موجودين. يعني كنا بنتكلم على سينا يبقى الاولويه بتوع سينا، كنا بنتكلم على الواحات طبقا لايه؟ يعني بالنسبه لمساحه المحافظه ولا بالنسبه لمساحه نسبه التصحر اللي حصلت في المحافظه فعقابا للناس اللي بورت ارض تروح تستصلح ارض مكانها؟ يعني توزع طبقا لايه؟ ما هي الناس اللي بورت ارض دي مش المفروض تاخد فلوسها كده وتنبسط وخلاص. دي جريمه. بس انا دلوقتي عاوز يا فندم القصد ان انا عاوز الاجيال القادمه بدل ما هي تتولد في الدلتا وفي الصعيد، الاجيال القادمه يبقى تتولد وتعيش في مناطق جديده. فلازم اساعد الهجره داخليه كامله واستيطان في المناطق الجديده. اذا كان الشخص هي عاوز يمتلك 5 فدادين 10 فدادين بيدفع 10% من قيمه الارض، ويبقى السكن بتاعه برضه بيتخصص على الورق. بعد 3 سنين لما الاستصلاح ينتهي والبنيه الاساسيه تنتهي يبدا يهاجر وياخد الارض وياخد. عظيم يهاجر بقى وفي جنبه مدرسه وجنبه مستشفى ومستوصف. ايوه ساتك التخطيط ده تم لخصوص الهيئه العامه لتعامل نار السكان، وفي تنسيق رائع جدا ما بين وزاره الري ووزاره الاسكان ووزاره الكهرباء والهيئه العامه لتعامل نار الاسكان ووزاره الزراعه، بحيث كل الاعمال دي كلها بتتم. ساتك شايفه النهارده ان شاء الله 6 اكتوبر بيخلص جزء كبير من مدينه الاسماعيليه الجديده، قريه الامل في سينا، في مدينه جديده في الفرافره، في مدينه جديده في غرب القنا. كل الاماكن دي كلها تعتبر نواه لهذا التخطيط المطلوب. ربنا يزيد ويبارك. سياده اللواء مصطفى دود محافظ البحيره السابق، شكرا لمداخلتك الكريمه وشكرا لتوضيح حضرتك للامور. تالي جاوب سياده المحافظ على مجموعه من الاسئله استاذ حلمي، يعني ازاي هيتم توزيع الارض بانهي شكل وبانهي طريقه، بيتهيألي برضو ساعدنا في معلومات. طبعا انا بشكره على المعلومات دي، وانا يعني سعيد ان انا بسمع ان الطاقه المتجدده هتبقى ليها دور زي ما هو بيقول، وان هيبقى في مصادر تمويل جديده للتنميه في المناطق دي. ويعني زي ما احنا في ورشه العمل اعلنا جامعه هليوبوليس للتنميه المستدامه دي تخصصها، ده الشغل اللي هم شغالين عليها من 40 سنه. كل العلماء كل الاساتذه اللي موجودين في الجامعه، وهيبقوا برضه في اي وقت على استعداد ان هم يتعاونوا مع كل الاجهزه اللي موجوده في مصر، كل مراكز البحوث، كل اجهزه الحكومه، ان هم يقدموا اخر ما وصل اليه البحوث في العالم وفي مصر في المجالات التنميه المستدامه، اذا كانت في الميه، في الطاقه، زي في التنميه المستدامه على كل المحاور بتاعتها. طيب في من ضمن الحاجات، انا معلش طرحت نقطه الميه النهارده اكتر من مره وما زلت هطرحها تاني. في تخوف بعد ما احنا يعني متخوفين من حصتنا في الميه قد تقل بسبب سد النهضه، حتى وان لم تقل. يعني فكره ال 55 الرقم الثابت اللي ثابت معانا بقاله سنين واحنا عددنا بيزيد، ده في حد ذاته حتى وان لم تقل هذه الحصه احنا كده برضو نسبتنا بالنسبه لكل فرد بتقل، لان الرقم ثابت واحنا عددنا بيزيد. مش عايزه اقول لو بلغنا، بس لو اعتمدنا بشكل كبير جدا على المياه الجوفيه، خاصه اللي حضرتك لسه بتقولي انه سيتم حفر ابار جديده وبالفعل تم يعني اوكل مهمه الى القوات المسلحه.
احنا كده مش في خطر ان احنا نستنفذ كل ميتنا الجوفيه ونسيب الاجيال الجايه بفقر من المياه المتجدده والمياه الثروات الموجوده في الارض؟ يعني اولا لازم نعترف ان احنا عايشين النهارده في مصر تحت الحد الفقري بتاع الميه. حد الفقر ده بتقول ايه؟ كل محتاج 3000 لتر ميه كل يوم عشان يشرب وياكل. يعني معناه 1000 متر مكعب في السنه. اوكي. لو احنا النهارده 90 مليون فاحنا محتاجين المفروض 90 مليار متر مكعب، احنا عندنا 55. فده نسبه التغطيه للميه اللي عندنا حاليا. الباقي بنستورده بشكل اغذيه، والاغذيه دي وراها ميه. فاحنا حاليا عايشين تحت الحد. طبعا ان احنا قاعدين على مياه جوفيه زي احنا بنسمع من مراكز البحوث ان احنا قاعدين على الخزان النوبي ده مثلا، وده اكبر واحد في العالم، وفي اماكن تانية على خزانات اخرى. ده محتاج يدرس، ومحتاج يدرس الميه دي نقدر نسحب منها قد ايه في وقت قد ايه عشان تكفينا كام سنه. هل المياه الجوفيه دي جزء منها متجدد ولا لا؟ بتتجدد منين؟ من المطره او من حتت حوالينا؟ يعني دي كلها دراسات محتاجه متخصصين، وانا عارف ان دول موجودين في مصر. كل الدراسات حتى الان بتقول ان الميه اللي احنا هنستهلكها في 1.5 مليون وال3 وال4 وال5 مليون فدان اللي احنا عايزين نستصلحها موجود ولمده سنين طويله. كويس. انا اتمنى ان الباحثين اللي عملوا الدراسات دي بحثوا الموضوع ده كويس، واتمنى ان المزارعين اللي هيستعملوا الميه هيبقوا عارفين ان الميه دي غاليه جدا، وهم لازم يحفظوا ويحاولوا يقللوا استخدام ويرشدوا استخدام الميه على قد ما يقدروا، وما يزرعوش حاجات 1.5 مليون فدان دول تحتاج ميه كتيره. يزرعوا الحاجات اللي محتاجه ميه قليله عشان ما يستهلكوش الميه اكتر. ففي النقطه دي انا مطمن لحد كبير. السؤال المهم تكلفه متر مكعب الميه، ان ده اللي هنعرف نزرع ايه ونعرف نزرع ايه، تكلفه اللي هنزرعه، قدرته التنافسيه مع البلاد الاخرى اللي بتزرع يجوز بالمطره او باي طريقه ثانيه. فدي برضو ده برضو رقم احنا كلنا مستنيين نسمعه. في كل الحالات محتاجين مراكز البحوث مش بس تقول لنا الميه قد ايه موجوده وهتكلف قد ايه، لا، ايه طرق ترشيد استهلاك الميه. وفي العالم كله بحوث كتيره جدا تخلينا يبقى عندنا امل ان احنا نقدر بكره نزرع بكميه ميه اقل بكتير. في الصور، في البروبونكس، هيدروبونكس، حاجات كتيره كده موجوده محتاجه تدرس، محتاجه تتطبق. بس لا، احنا عندنا تفاؤل كبير جدا ان بالكميه الميه اللي موجوده عندنا بحكمه وببحوث وبتعليم وارشاد كويس نقدر نحقق المعجزه ونزرع 1.5 مليون فدان وناكل منها فتره طويله. يا رب. طيب لما بنيجي نقول استصلاح اراضي الناس بتيجي في مخها كده لا اراديا توشكا، بتبقى خايفه. النتائج توشكا مش محققتش النتائج المرجوه منها. حاولنا استصلاح اراضي، نجح جزء وجزء ما جابش العائد اللي الناس تخيلته، او العائد اللي عاد علينا بنتيجه بعد الكميات اللي اتصرفت عليه. احنا متاكدين تماما ان المشروع ده ان شاء الله هيجيب لنا عائد تمام التمام، والناس بندعوهم انهم يروحوا. ده حقيقي ولا عايز تعدل على كلامي؟ لا خالص. توشكا على فكره جزء من الاراضي اللي لسه موجوده في توشكا، جزء انا ما اعتقد من 1.5 مليون فدان. توشكا ما نجحتش ليه؟ انا متهيألي عشان ما اتعملتش رؤيه شامله للتنميه المستدامه في توشكا لما ابتدينا. فاحنا في توشكا لغايه دلوقتي لما نروح هناك كلنا بنتبهر بالميه، بالهندسه، بالارض، بالاستثمارات ضخمه جدا. احنا كاعلام اللي غلطانين ولا مين اللي غلطان؟ لا، المشكله ان ما فيش هناك قرى، ما فيش هناك ناس عايشه، ما فيش تنميه شامله حصلت خلت المنطقه دي ما فيش مجتمع واحتمال كمان تواجد مجتمع فيها مش هيبقى سهل. بس لازم نبتدي، لازم نزرع نواه، لازم نفكر في ازاي نخلي الناس تقعد هناك تبقى سعيده بالعيله بتاعتها، تستقر، تعيش، مش بس رايحه جايه كده كل اسبوع وما تقعدش فتره طويله هناك. فانا ما اعتقد توشكا لسه فيها امل، محتاجه بس فكر جديد، فكر تنميه شامله بحق وحقيقه زي كل المناطق الاخرى اللي احنا بنتكلم عليها.
بس توشكا متميزه بقى انها مش محتاجه ميه جوفيه، فيها ميه نيل على اعلى مستوى، فيها هندسه بتوفر ميه بشكل جميل جدا اللي انا شفته. فلا انا متاكد ان توشكا هيبقى برضه على المدى المتوسط ليها قصه نجاح. طيب استاذ دكتور رأفت خضر رئيس مركز بحوث الصحراء السابق، اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا استاذ دكتور رأفت، اهلا بيك. طيب نحاول اعاده الاتصال او نشوف فين المشكله التقنيه. الخط الزمني لتنفيذ المشروع اكسبكتد يبقى قد ايه بامر الله تعالى؟ انا طبعا مش عارف قد ايه المصادر التمويل اللي موجوده متوفره. انا عارف ان مشروع زي كده لازم يتنفذ على مراحل على فترات. خبرتنا احنا بتقول ان الاستصلاح لما يبتدي الاستصلاح، وده بعد ما يتوفر البنيه التحتيه اللي قلنا عليها، بس بعد ما نبتدي عشان نوصل لمزارع متوازنه من ناحيه العائد والانتاج والدوره الزراعيه تحتاج من 4 ل 7 سنين. طبعا قبليها بنحتاج كام سنه عشان نبني البنيه التحتيه دي، ممكن تاخد 2 3 سنين، بس انا متصور ان في كل كلها الحالات ارقام قابله يعني للتحقيق في القريب، يعني ما هياش لا ارقام. احنا بنتكلم عن متوسط حاجات من 5 ل 10 سنين هنشوف نتيجه، وهنشوف مجتمعات جديده، وهنشوف انتاج، واتمنى انتاج مستدام. يعني اتمنى انه انتاج انتجناه بدون مبيدات بدون كيماويات. ان كل الدراسات اللي عملتها جامعه هليوبوليس بتقول ان الزراعه الحيويه، زراعه بدون مبيدات وكيماويات، في المستقبل القريب هتبقى مش بس احسن وطعمها احسن وللصحه احسن، لا كمان هتبقى ارخص من الزراعه الكيماويه التقليديه. طيب استاذ دكتور رأفت خضر رئيس مركز بحوث الصحراء السابق، اهلا وسهلا بحضرتك من جديد. دكتور رأفت حضرتك معانا؟ نعتذر تاني معلش، واضح ان في مشكله تقنيه في الاتصالات. طيب الايدي العامله احنا محتاجين نكلم مين؟ استهدف مين وانا بقول له من فضلك تعالى اشتغل؟ مش بتكلم بس على الملاك، بتكلم على الناس اللي هتشتغل بقى بالفعل. اكلم مين؟ اكلم انهي فئه؟ شباب ولا اكلم ناس كبار خرجوا معاش ومش عايزين يقعدوا؟ احنا عندنا معاش مبكر دلوقتي، والناس قد يكون عندهم صحه وعندهم ويلنج انهم يعيشوا يعني بشكل او باخر. فانا المفروض اكلم مين، او مين اللي انا بستهدفه اقول له تعالى عيش معايا في المجتمع الجديد؟ يعني في مصر في على حد معلوماتي اكثر من 7 مليون فلاح. يعني فلاح وبالعيله بتاعته هيبقوا اكتر من 30 مليون مثلا، ودول عايشين النهارده على مساحه صغيره خالص، 8 مليون 9 مليون فدان من الارض القديمه اللي احنا عارفينها، واللي المساحات بتاعتها بتقل كل مدى وما بتوفرش حياه كريمه للمزارع اللي عليها عشان مقاسها بقى صغير وفي وسط كوره وفي الدلتا. انا متهيألي ان اتمنى ان من المزارعين دول شباب متوسط او كبير السن بس بالخبره في الزراعه ياخدوا، يبقى عندهم الشجاعه ان هم يروحوا على المناطق الجديده دي ويبتدوا على 10 20 30 فدان مشروع جديد بيوفر لهم عائد وفرص للتنميه افضل. طبعا احنا كمان هنكلم مستثمرين اذا كانوا شركات او مستثمرين افراد بيتكلموا في مساحات اكبر، دول هيحتاجوا عمالة مدربة عشان يديروا بقى المزارع دي معاهم، يسوقوا الجرار، يشغلوا البيفوت، يشغلوا الترومبا فمحتاجين نبص على الجامعات والمدارس المهنية اللي موجودة في مصر اللي بتخرج مئات من الالافات من الدبلوم الزراعة او من مهندسين الزراعة، ونتمنى ان هيبقى فيه تعاون جيد ان من الخارجين من التخصصات دي بالذات الميكنه والزراعه ان دول نقدر نلضمهم بقى في 1.5 مليون فدان وهم يشوفوا مستقبلهم هناك، والمستثمرين والمزارعين اللي هناك ياخدوهم معاهم ويعلموهم. ان برضه لازم نعترف ان حاليا مستوى التعليم الحرفي او الجماعي
ما بيطلعش مش مناسب لسوق العمل او الدبلوم الزراعه اللي عنده الخبرات القدرات اللي مطلوبه لاسباب كتيره. احتاج ان انا كل منطقه اشوف هي قائمه على ايه واتوسع في انشاء مثلا ده مجتمع زراعي، فزي ما هعمل مدارس لغايه ثانوي عام وكده هحتاج ان انا اعمل اكتر من مدرسه بتطلع دبلوم زراعه وابتدي اشوف ايه بقى الحاجات اللي بتترتب على الزراعه دي، يعني تعليم سواء للبنت او للولد ونبتدي نشوفها، ولا لا برضو هتبقى مجتمع طبيعي بمدارس طبيعيه عاديه، ولا طبيعه المجتمع تفرض عليا ان انا اطلع خريج بمواصفات معينه يخدم المجتمع ده؟ انا اتمنى ان ده هيبقى فرصه المجتمعات الجديده دي ان احنا نعمل محاوله جديده ان احنا نطلع شاب مختلف شبه المكان واحتياجات المكان، عنده القدرات التنمويه والزراعيه والاقتصاديه اللي مطلوبه في الاماكن دي. وانا متاكد ان المعلومات دي موجوده في مصر حاليا، محتاجين بس نتعاون كمجتمع مدني، قطاع خاص، جامعات خاصه، جامعات حكوميه، مراكز بحوث، الحكومه ووزاره التعليم والتعليم العالي، نجتمع مع بعض ونطلع شباب هي اللي هتشكل ال1.5 مليون فدان دول في المستقبل. اكيد. هم هيبقوا 1.5 مليون ولا هتتعمل على مراحل، هنبتدي بمئات قليله من الالوف وقد نصل الى هذا الرقم؟ هو اللي انا فاهمه ان ال1.5 مليون ده اول مرحله من خطه اكبر 4 أو 4.5 مليون فدان. ال1.5 مليون دول اكيد مش هيطرحوه مره واحده، هيطرحوه على مراحل 150 200 الف فدان، بس انا متهيألي ممكن يطرحوه في خلال سنه او 2. انا ما اعتقدش انها محتاجه فتره طويله قوي اطول من كده. هم بقى محتاجين سنين عشان يحصل فيهم التنميه، بس يعني انا ما اعتقدش ال1.5 مليون فدان عشان يطرحوا على المجتمع هيحتاجوا اكتر من النهارده من سنه ل2 ولا حاجه كده. انا وقتي خلص، بس انا عايزه اسال سؤال استاذ حلمي قبل ما اقفل. ايه الحاجه اللي لو اتعملت هتبوظ المشروع من اوله لاخره وهتخلينا ما نحسش باي نتائج؟ ايه الستيب الغلط اللي لو الناس خطتها الخطوه دي هي اللي هتبوظ الدنيا كلها؟ ممنوع نعمل ايه؟ اول حاجه ان اداره المشروع ده تبقى الحوكمه اللي فيه ما تبقاش في ايد كل اصحاب المصلحه، ومداره اداره جيده جدا. وثانيا ان احنا نبص في تمويل المشروع ده على العائد من بيع ارض بدل ما نبص عليه عائد على مصر، وندور على مصادر لتمويل طويله المدى ورخيصه، عشان ده مشروع تنموي، ده مش مشروع اقتصادي. اكيد. استاذ حلمي ابو العيش، الحائز على جائزه سحور من الامم المتحده، نورتني وشرفتني. شكرا لوجود حضرتك وشكرا للافكار المختلفه اللي طرحتوها في ورشه العمل. ان شاء الله يا رب تتطبق على الارض ونقدر نشوف مصر مختلفه ان شاء الله. نورتنا. شكرا لوجودك. مشاهدينا ان شاء الله الاسبوع الجاي هنقابلكم وحلقه جديده ونبنيها ان شاء الله مع بعض، تيجي نبنيها. السلام عليكم ورحمه الله.